فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي عمل أحب إلى الله؟ قال: صلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: جهاد في سبيل الله. السلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تعزف الكرام إلى شيخنا رئيس حمد يحضر كماليا وإلى أهله الكرام، وتقرب إلى أستاذ والأستاذة وإلى الأخ والأخوة المحترمون أيها الإخوة الكرام وأيها الحسن رحمة الله. لا كلمة ولا قولا إلا كلمة الشكر. الحمد لله الذي قنعتنا رحمة وتوفيقا حتى قدرنا على الاجتماع في هذا المجلس المبارك. والصلاة والسلام على أسعد مخلوقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على المتقين وحل المدرى على المبتلين. أيها الحزب المحترم، في هذا الزوج لديكم محاضرة تحت موضوع بر الوالدين. والإحسان إليهما وتعاونهما وفعل الخيرة لهما، وقد جعل الله بر الوالدين منزلة حازمة لا تعزلها منزلة، فجعل برهما والإحسان إليهما فرض عظيم، وذكره بعد الأمر بعبادته فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكفى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وقال تعالى: واعبدوا الله إلا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسان. أيها الحزب المحترم، اعلم أن بر الوالدين له فضل عظيم وأجر كبير عند الله سبحانه، فقد جعل الله بر الوالدين من أعظم أعمالي وأحبها إليه. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي عمل أحب إلى الله؟ قال: صلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: جهاد في سبيل الله. هيا بنا ننزل طعام إسماعيل عليه السلام. كان غلاما صغيرا يحب والديه ويطيعهما ويبرهما، وفي يوم من أيام جاءه أبوه إبراهيم عليه السلام وطلب منه طلبا عجيبا وصعبا، حيث قال لها: يا بني إني أرى في المنام أني أسقمك فانظر ماذا ترى. فرد عليهم إسماعيل في صفد المؤمن برحمة الله ورضي بقضائه، وقال تعالى: يا أبت افعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابرين. وكذا كان
فيما أمره الله. فلما أمسك إبراهيم السكين كما أمره الله ومعه قبس عظيم الفداء لإسماعيل فلما أمس ومعه قبس عظيم الفداء لإسماعيل جاء فرج من الله. وليس الله أيها الحزب المحترم بل المسلمون صريح يبرو والديه في حياتهما ويبروهما وفي يوم من أيام جاءه أبوه إبراهيم عليه السلام وحث الله كل مسلم على الإحسان بالدعاء لوالديه في بعض أوقات فقال تعالى رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. اكتفيتم كلامي في هذه الساعة وإن وجدتم مني ثوابا فهو من نفسي. أخيرا أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.